مدينة التجديد والثقافة، مدينة روعة جدا، مدينة ولا أحلى ولا أجمل منها، بقيت بحبها جدا. مدينة بقت سهلة بالنسبة لي إن أنا كل يوم ما كنتش بحبها جدا، دلوقتي بقيت بحبها وبحب الوجود فيها بكل سلاسة وبكل سهولة. لو أنت مسافر دلوقتي بلد فيها أكتر من 175 متحف، بلد غريبة جدا، بلد جميلة جدا، بلد الشمس تقريبا ما بتطلعش فيها، ألا وهي برلين في ألمانيا. لو أنت مسافر ألمانيا قريب ومسافر برلين بشكل خاص، الفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك، والفيديو ده هيقول لك ازاي تقدر تسافر برلين وتقدر تعمل ايه في برلين واهم الاماكن ممكن تزورها برلين بكل بساطه وبكل سهوله من غير اي تعقيدات. يلا بينا نشوف برلين ونشوف اهم المعالم السياحيه في برلين تمشي عليها، هتعمل كل حاجه في برلين، مش محتاج ان انت تدور كتير، تمشي 1 2 3 4 كل حاجه واتحلت في القلب. برلين يلا بينا والمانيا مع بعض، وبرلين معادل حول العالم. عادل فين؟ عادل في مصر، في طريق إلى ألمانيا ورحلة جديدة وجروب جديد مع عادل حول العالم. يلا Unless you're stuck at an emergency exit seat or in the front row, in this case you must place all your loose items and luggage. نقطة رقم واحد اللي ممكن يزورها في برلين وهو ميدان ألكسندر بلات والتي في تاور، من أشهر الأماكن في برلين. برج التلفزيون واحد من أشهر الأبراج الموجودة في أوروبا وموجود في ألمانيا، هو من أطول الأبراج الموجودة في أوروبا وأطول برج موجود في ألمانيا، طوله 368 متر، من أشهر أماكن موجود فيها، موجود في أشهر ميدان في برلين وهو ميدان ألكسندر بلاتس. موجود في البرج ده طبعا ممكن نطلع له تيكت تقريبا بحدود 20-25 يورو، ممكن نطلع لأقصى قمة فوق زي ما انتم شايفين، وبكل بساطة في مطعم فوق تير ريستورانت. المطعم ده جميل جدا، ممكن تستمتع بفيو 360 درجة، تقدر تشوف فيها برلين من فوق كاملة ونقدر نستمتع في برلين. يلا بينا نكمل. جزيرة المتاحف النقطة رقم 2، وهنقابل فيها متاحف كتير جدا، وهنقابل كمان كاتدرائية برلين. زي ما انتم شايفين كاتدرائية برلين دي اتبنت سنة 1905 وكانت هي كنيسة رئيسية للبروتستانت، وتم تدميرها في الحرب العالمية الثانية سنة 1983 تقريبا، تم تجديدها وبعد كده تم ترميمها من الداخل وسنة 2003 تقريبا، وبعد كده نقدر ندخل نزور الكاتدرائية. كاتدرائية جميلة جدا ومن جوه روعه، ده تيكت الدخول تقريبا 7 يورو، وهي مركز البروتستانت او كان مركز بروتستانت في برلين. طبعا زي ما احنا عارفين المانيا اغلبتها كاثوليك، ودي جزيره المتاحف، والمانيا فيها اكتر من 175 متحف. انتوا شايفين، هنكمل مع بعض. متحف من سنة 1823 إلى 1830. إحنا موجودين في جزيرة المتاحف دي، فيها متاحف كتير جدا. برلين فيها تقريبا فوق ال 178 متحف. المتحف ده متحف بيضم الآثار الكلاسيكية موجودة في برلين، آثار رومانية وآثار كتير مر عليها الزمن زي ما بيقولوا، فيها دروع وفيها حاجات من العصر الروماني والعصر اليوناني موجودة في المتحف قديم برلين، وهو قدام كاتدرائية برلين على طول. لو انتوا حابين تزوروا برلين لازم تيجوا المتحف الجميل ده، وتقريبا دخوله في رينج 30 يورو تقريبا، والكاتدرائيه تقريبا بتدخلها تقريبا في 20 يورو. ومكملين في جزيره المتاحف، وبعد كده هنروح الناحيه الثانيه، وفي طريقنا اقول لكم خطوه خطوه. النقطه رقم 4 معانا وهي هنا بيبقى فيه جاندور ماركت رقم 4، ومعانا جاندور ماركت ده من أشهر المارين، وهنا بيتعمل أحلى ماركت كريسماس ماركت ممكن موجود. هنا بيبقى فيه زي ما انتم شايفين الشعب كنيسة أو الكاتدرائية، دي كنيسة الكاتدرائية الفرنسية موجودة في الشمال، وفي الألمانية تبقى موجودة في الجنوب، وهي من أشهر الشوارع. الشارع اللي في الشارع بقى الجانبي بتاعها بيبقى جميل جدا، في براندات عالمية من كل البراندات حول العالم، وطبعا قريب كمان في المسرح الملكي الأديب. تعالوا أكلمكم دلوقتي عن بوابة برلين. بوابة برلين تم إنشائها سنة 1788 إلى 1791. بوابة برلين هي اللي كانت مقسومة، بتقسم برلين إلى قسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. ألمانيا زي ما أنتم عارفين كانت مقسومة إلى قسمين، قسم غربي وقسم شرقي، ودي البوابة الحدودية اللي كانت بتفصل بين المدينتين أو الدولتين. وبعد كده زي ما أنتم شايفين تم استقلال ألمانيا، والألمانيا بقت دولة واحدة دلوقتي، وبقت مكان من أهم المعالم السياحية لأي حد يتمنى يزورها.
بوابة برلين هي مبنى يوناني تم تشييده ايام الحقبة اليونانية، وهو مكان جميل جدا وشبه الاكروبولوس الموجود في اثينا، وتم تصميمه بهذا الشكل، وهو اول مبنى يوناني يكون في برلين. بعد ما نخلص بوابة برلين خلي بابا على ظهرنا، نخش يمين هنلاقي البوندستاغ. البوندستاغ الألماني ده البرلمان الألماني، ومبنى الريخستاغ ده موجود في برلين، اتأسس سنة 1949. ده من أهم المباني الموجودة في برلين. والقبة اللي قدامكم دي، القبة الكبيرة دي، ده المكان ممكن نقدر نزوره ونشوف البرلمان الألماني كمان من جوه، ونقدر كمان نحضر محاضرات ونشوف الناس وهي بتتكلم. كل ده داخل البرلمان. طبعا عشان أنا أدخل أحضر محاضرة أو أشوف الكلام ده كله بكل بساطة ممكن ادخل احجز ده اونلاين، او ادخل، او لو انا عايز اطلع بس على القبة من فوق، في مكان مبنى كشك كده قدام بالظبط البرلمان، ممكن نقدر نحجز منه تيكت الساعة المناسبة لينا، ونقدر نطلع القبة من فوق. القبة من فوق ما فيهاش اي حاجة، بس بتشوف منظر جميل جدا لبرلين من فوق، نقدر نستمتع بيها. تقدر تدخل ببلاش القبة من فوق، ولو انت عايز تدخل تحضر محاضرة يبقى لازم تدخل على الموقع الخاص بالبرلمان الالماني، وتقدر تحجز الجلسة اللي انت حابب ان انت تسمعها. ودي من اهم الاماكن ممكن نزورها في البرلمان الالماني. وبعد ما نخلص بوابة برلين ونخلص البرلمان، هندخل على واحدة من أهم الأماكن لازم تتزار في برلين، وهو الهولوكوست، النصب التذكاري للقتلى اليهود. نتكلم تقريبا على فوق 3 أو 4 مليون يهودي تم قتلهم في أيام الحرب العالمية من النازية. والمكان ده تم تصميمه للمهندس بيتر إزنمان والمهندس بورو هابولت. المكان ده مكان كبير جدا، كان هدف أصلا من بدايته إن الإنسان ياخد عبرة من الأحداث اللي حصلت فيه، وإن ما بلاش حروب، والناس ما خلاص تاخد عظة منه. طبعا لما ده اتعمل احنا شايفين اللي بيحصل دلوقتي، بنشوف اليهود بتعمل ايه، وبنشوف الاسرائيليين بيعملوا ايه، وهم ما خدوش عظة للاسف. المكان ده بيتكلم على مساحته 19,000 متر مربع، اتصمم فوق تقريبا 2711 لوح خرساني زي ما انتم شايفين، حاجات كبيرة جدا ومعمولة بشكل غريب، طويل عريض كبير صغير، عامل كل حاجة موجودة بالشكل ده. هو كان هدف من بدايته ان الانسان ياخد عظة. المكان ده تم بدأوا فيه في ابريل 2003 وانتهوا منه في 15 ديسمبر 2004، وتم افتتاحه لكل العالم، تقدر تزوره في 10 مايو 2005. وده بيعمل ذكرى لنهاية الحرب العالمية والحروب اللي حصلت. والمكان ده كان مكان جميل جدا نقدر نزوره، ممكن تاخد عظة. الناس ممكن تقول لك يا عم مقابر ايه، نروح نزور مقابر؟ بس هو مكان من اهم المعالم السياحية لازم نزورها في برلين وبس كده. والمكان ده بالمناسبة اتكلف فوق ال 25 مليون يورو. هنيجي دلوقتي على واحد من اهم المعالم السياحيه اللي لازم نزورها في برلين، ودي حاجه لازم نشوفها لان دايما بنسمع عنها، وهو سور برلين. جدار برلين جدار كبير جدا كان بيقسم برلين الشرقيه عن المانيا الغربيه. السور ده او الجدار ده بنى من 61 1961 ل 1989 بالتحديد 13 اغسطس 61 تم بناء السور ده عشان يقدر يفصل بين برلين الغربيه والمانيا الشرقيه. السور ده كان سور شاهق جدا، وكان دايما في ناس الالمان كانوا بيحاولوا ان هم يهربوا من القسم الشرقي الى الجزء الغربي. طول الجدار كله 155 كيلو متر، حجم كبير جدا. كان 43 كيلو متر قطع برلين من الشمال الى الجنوب، عزل برلين تماما، و122 كيلو متر بين برلين الغربيه عن باقي الاراضي المانيا الغربيه. طبعا السور ده زي ما انتم شايفين في الصور، طبعا المتحف اللي قدامكم بيحكي عن تاريخ برلين والسور وايه اللي حصل والدنيا دي كلها. وطبعا زي ما شايفين السور ده الجزء اللي باقي منه معمول زي ما شايفين بالاسمنت مسلح، ارتفاعه تقريبا فوق ال3 متر، كان بيعزل كل حاجه، وكان دي اسلاك شائكه كتير محطوطه فوق عشان يمنع الهروب من المانيا الغربيه لالمانيا الشرقيه والعكس. طبعا من المواقف طريفه جدا بتاريخ 9 نوفمبر 89، يعني بقى بنتكلم من اكتر من 28 سنه على بدايه جدار برلين. اعلن غونتر شافوسكي للصحافه والناطق الرسمي وسكرتير اللجنه المركزيه للاعلام وللحزب السياسي والاشتراك الالماني ان يا جماعه خلاص تم رفع قيود بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. وطبعا ده ما كانش هو متاكد من الكلام ده كله. وفي الحاله دي حصلت فوضى عارمه امام نقاط العبور بتاعه الجدار. وفي الحاله دي الناس كتير، اعداد كبيره من المانيا الشرقيه راحوا للحدود عشان يروحوا الى المانيا الغربيه. وفي اليوم ده 9 نوفمبر 1989 اعتبر ده يوم سقوط جدار برلين، وخلاص بدا توحيد المانيا. واليوم ده من الايام التاريخيه لالمانيا.
هنيجي دلوقتي على واحدة من أهم الأماكن لازم نزورها في برلين، وهي تشارلي بوينت. تشارلي بوينت دي هي كان مكان بسيط جدا زي ما انتم شايفين، كان موجود فيه جنود الأمريكان حتى علم أمريكا هو موجود قدامكم. وتشارلي بوينت دي كانت نقطة رئيسية ومن أشهر نقاط المراقبة الأمنية على طول السور. كانت نقطة تشارلي بوينت مكان صغنون جدا برضو زي ما انتم شايفين، مكان مركزي للناس تعبر الحدود بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية والعكس. ودي كانت نقطة الحدود، ودي من أشهر نقاط الحدود بينهم نقطة تشارلي. وبكده شفنا برلين، شفنا أهم الأماكن السياحية برلين وإيه اللي ممكن نزوره في برلين. لو أي حد حابب إن هو يستفسر عن برلين ويعرف معلومات أكتر، ابعتوا لنا في كومنتات، واشتركوا في القناة وعلى زر الجرس، ويلا بينا نسافر إلى برلين وتابعوني رحلاتي القادمة حول العالم. معلومات كتير، معادل حول العالم 131 دولة حول العالم.